ليه فيلم اميزنج سبايدر مان هو اكتر فيلم مختلف عن سلسله سبايدر مان كلها؟ واشمعنى سبايدر مان ده بالذات اللي حبيبته ماتت والباقي لا؟ بسرعه جدا اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى وانا اقول لك. Stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. خلينا متفقين على حاجه، وهي ان كل نسخ سبايدر مان اتعذبت، بس نسخه اندرو جارفيلد هي اكتر نسخه عانت فيهم كلهم. لو بصيت على توبي ماجواير فهو كان شاب عادي خالص، وتوم هولاند كان طفل مرح، لكن اندرو كان شخص مكتئب وانطوائي، وكمان ما كانش ليه صحاب، وده لان حياته بدات اصلا بخساره اهله اللي اتقتلوا عشان كانوا بيشتغلوا على مشروع مهم، وده خلق جواه خوف ورعب من الفقد، بقى بيخاف ان كل اللي بيحبوهم يختفوا، والاحساس ده زاد بعد موت عمه وخلاه شخصيه غريبه جدا وعصبيه، حتى في قتاله مع المجرمين كان عنيف، وده عكس كل شخصيات سبايدر مان التانية. البنى بتاع كل شخصيه كان مختلف عن التاني، يعني مثلا توبي ماجواير كان هو الطابع الكلاسيكي للبطل، وهي فكره ان القوه والبطوله دايما بتيجي معاها المسؤوليه، وده موجود في افلام كتيره جدا للابطال الخارقين زي مان اوف ستيل مثلا. اما بقى شخصيه توم هولاند هي كانت رحله لطفل بينضج واحده بواحده، لكن اندرو ما كانش كده، كل حاجه حبها اتاخدت منه غصب. شخصيته كانت انسانيه جدا، مؤلف الفيلم والمخرج كانوا قاصدين ان هم يعملوا فيلم ايقوني، فيلم سوبر هيرو انساني، فيلم كله مشاعر حقيقيه بجد. يعني ممكن مثلا تشوف ان توم هولاند اتاخد منه كل حاجه في اخر جزء، لكن خليني اقول لك ان توم هولاند بشكل او باخر يقدر يرجع جزء كبير من الحاجات اللي فقدها، لكن اندرو لا، لان كل حاجه فقدها بالموت، يعني مستحيل يقدر يرجعها تاني. تعالوا نروح لحته تانية في حياته، وهي جوين. في كل شخصيات سبايدر مان كانت الحبيبه هي شخص مكمل للشخصيه او مساعد ليها، لكن مع اندرو كانت هي الحياه نفسها، الشخص الوحيد اللي تقبله بعيوبه وبمشاكله وحبته بجد، وكانت هي الوحيده اللي فاهماه، وكانت بالنسبه ليه هي كل حاجه، ما كانتش بس مجرد بنت حبها، لا دي كانت تعويض ليه عن كل شيء اخذته الحياه منه. واندرو معاها بدا يحس بجد انه انسان طبيعي ومش ناقصه اي شيء في الدنيا، ولو شفت بنا العلاقه بينهم هتحبها جدا وهتحسها واقعيه ومشاعرها لطيفه، وانت هتبقى شايف ان هم كابل لذيذ جدا وهتتمنى جدا ان هم يكملوا سوا. وده بالظبط اللي الفيلم كان قاصد يصدره لك طول الوقت، عاوزك دايما تفضل حاببهم وحابب علاقتهم عشان لما تنتهي بالطريقه اللي انت شفتها دي تحس بالالم. المشهد ده بقى مشهد ايقوني وواحد من اكتر المشاهد المؤلمه في التاريخ، والحكايه بدات باخر مشهد في الجزء الاول لما ابو جوين خلاه يوعده ان هو يبعد عن بنته، وهو فعلا وعده بده، والوعد هنا كان شيء مهم جدا. عشان كده الجزء ده اتختم بجمله مهمه جدا، وهي ما توعدش بحاجه ما تقدرش توفي بيها، لكن حب لجوين كان اكبر بكتير من الوعد وما قدرش انه يبعد عنها. وهنا القدر بدا يتدخل، ومن اول لحظه بدات تظهر تعزيلات وانذارات ورسائل كلها بتقول نفس الشيء، ابعد عن جوين لان طول ما انت جنبها هي هتكون في خطر. لكنه قرر يتجاهل كل ده ويخاطر بحبه. والدنيا دايما بتعلمنا حاجه مهمه جدا، وهي اوعى تعاند القدر، لانك لو عاندته هو كمان هيعاندك. هو ده بالظبط اللي حصل معاه. يعني لحظه موت جوين كان قريب من انه يلحقها، لكن كل حاجه بتمنعه، كل حاجه عاوزاها تموت، لكنه كان بيصر يلحقها ولحقها فعلا، بس بعد فوات الاوان. والفرق كله كان في ثانيه واحده بس. المشهد كان مؤلم جدا، وهو روحه كانت بتتكسر في اللحظه دي، بيبدا يحس ان هو السبب في موتها ويتاكد انه ملعون بالفقد، وحياته تبقى فارغه لدرجه ان هو قرر يبعد عن شخصيه سبايدر مان. لكن بعد فتره بيرجع اقوى بكتير. جوين كانت لازم تموت عشان شخصيته هو تتغير، لان شخصيته من الاول كانت مبنيه على الخوف من الخساره، لكن لما تخسر كل حاجه مش هيتبقى حاجه تخاف منها، ودي حاجه تخلي اندرو يتحول لاقوى واعنف سبايدر مان فيهم كلهم، لانه ما عندوش حاجه يخسرها اصلا. وعلى فكره ده كان كلامه هو في فيلم سبايدر مان نو واي هوم، لما قال انه بطل يرحم الناس وبقى عنيف، مش شرير لا، لكنه بقى قاسي. والحاجه الوحيده اللي خلته يسامح نفسه بعد ده كله هو لما انقذ زينديا في اخر لحظه، وكأن القدر اداله فرصه تانية، لان زينديا كان بينها وبين الموت ثانيه واحده، لكنه ما ضيعش الثانيه دي ولحقها. شخصيه اندرو اتعذبت كتير، وده لان الفيلم اساسا عايز يوصل لك هدف واحد، وهو ان البطل مش لازم يكسب في الاخر، وان الخساره ساعات بتكون قادره انها تخلينا اقوى، وان لو القدر ادانا فرصه تانية لازم نستغلها، لان ساعتها ممكن تكون دي اخر فرصه.